النهارده مشرفنا كابتن نادر السيد والاستاذ احمد السيوفي وفضيله الشيخ محمد عبد الفتاح اسماعيل، واحنا سعداء جدا بوجودهم معانا النهارده، وهنبدا بقى نتعرف على اسرار وذكريات في حياتهم الشخصيه. ويهمنا نبدا بالكابتن نادر السيد، سر ما حدش عارفه عنك خالص حتى الان، هل يوجد؟ لا، ما فيش يعني اسرار معينه ممكن اقولها يعني ما حدش عارفها يعني. طب ذكرى مم. ما بتنساهاش خالص؟ اكيد دايما ذكريات اللي مرتبطه بسعاده الناس يعني، فمش بسعادتي انا شخصيا، لان دايما الواحد بيكون سعيد بسعاده الناس اللي حواليه. ما يعني شاء مش الله. ممكن ابدا الواحد يكون طب سعيد ايه نعم. الذكرى اللي كانت اكيد في 98 الحقيقه، في سنه 98 لما حققنا بطوله افريقيا، الناس كلها كانت مبسوطه جدا يعني. ف ف الذكرى دي ما زالت يعني لسه فاكرها كويس قوي وحاسس بيها جدا لغايه دلوقتي. خدت فيها افضل حارس مرمى في افريقيا؟ يعني مش ده شيء كويس اه. وكل حاجه، ده اسعدني انا شخصيا، انما اللي اسعدني اكتر ان هو دايما الفريق القومي يرجع سعاده بكاس الناس افريقيا بتبقى طبعا دي حاجه بالظبط. جميله. سعاده وانتوا الناس كنتوا لسه في بوركينا فاسو والناس هنا في مصر عماله تهيص في الشوارع، انا كنت، بالظبط. انا فاكر اللحظه دي، كنت انا واخويا في عباس العقاد مدينه نصر، مم. وبقيت شايف قد ايه الناس فرحانه، في عشنا بالظبط اللحظات دي. بالظبط بالظبط. وحتى يعني عايز اقول لك اللي ملوش في الكوره حتى لما اكيد